عسلامة ومرحبا في فيديو جديد، فيديو متنوع فيه المالح والحلو. باهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باش نعمل كعابر سبناخ باللحم مفروم، وباش نعمل بالريقوتا. باش نعمل منها وصفتين، باش نعمل بريك بالريقوتا وتمر بالريقوتا والعسل تو تشوفوه، وجاتو شوكولا. باهي اول حاجه حطيت سبناخ قصيته هكاكا جويد، حطيته يتفور. جبت لحم مفروم، حطيت مغرفه صغيره كركم، تابلو كرويه، نعناع شايح، شويه جبن مرحي هذاك مالح، و لا اله الا الله محمد رسول الله، وشويه فلفل اكحل وملح، شويه زيت. وباش ناكل السبناخ هذاك تفور يعني، ونحيت منه شديته عصرته على الاخر، نحيت منه الماء بالكدا بالكدا، يعني الماء الكل تنحى. زدت شويه فروماج رابي العادي ذاك ايمونتال، شويه زيت، وباش نخلطهم بالكدا بالكدا لين يتجانسوا مع بعضهم، ما نزيدوش عظم، خاطر اللحم كي يبدا ني راهو ما يتحلش، فهمتوا؟ يعني من غير ما تزيدوا العظم. باهي لهنا دهنت يديا بشويه زيت، وباش نجي نكعبر هكاكا، نعمل كويرات. هكاكا تحبوهم صغار ولا كبار، هما من الاحسن يجيو كبار شوي، مش كيما الكعابر العاديين يعني. هكا هاو باش نكمل نحضرهم الكل، وباش نطيب معاهم. انا باش نرميهم في اللوبيا، يعني انا باش نعمل مرقة لوبيا، جست شوية اللوبيا تشوفوا معايا. هي تجي يعني تتسمى مرقة كعابر سبناخ، يعني تزيدوا فيها شوية لوبيا ولا شوية جلبانة، وثم شكون يخليها صوص هكاكا يعني. باش نجيب طنجرة نحط فيها شوية زيت، بصلة وشوية ثوم قليتهم بالكدا، مغرفة طماطم، نحل شوية ماء هكاكا ونقليها بالكدا بالكدا. هنا الطماطم نقليها، راهو ما نجمش نطيبها ديريكت. نحب ديما نقليها على القروسية، وزيد بشكل بصل زيدا يذبل لنا. باهي نكمل، وتوا باش نحط مغرفة صغيرة تابلو كروية، مغرفة صغيرة فلفل مرحي، كركم، نمرق بالماء، وحطيت ورقتين رند والملح بالطبيعة، ونخليه كل المرقة هذيك نخليها تغلي. لهنا شفتوهم هاكا بداو يشدوا رواحهم. جبت اللوبيا هيك طايبة، لوبيا طايبة راهي ماهيش طايبة، انا عندي لوبيا طايبة في الثلاجة جبتها. باش نرمي الكعبات هاكم ونخليهم يبقبقوا شوية، ما نحركوهمش توا، غطيوا عليهم وخليوهم. فوالا. اونتخ طون لهنا عندي سلاطة ليتشي وطماطم، بسباس قصيته هكاكا جويد، وافوكا هكا قصيتها زادة جويدة. حضرتها يعني وخليتها على شيرة. باهي شوفوا كالكعاب ريتوهم هاكم لا تحلوا لا حتى شيء، كيما قلت لكم كي يبدا اللحم ني راهم ما يتحلوش. باهي باش نزيد عليهم شوية لوبيا، يعني مش كيما مرقة لوبيا، يعني شوية بركة هيك، وقرينات فلفل برلعبيد، وقرين فلفل خاطرين عندي فلفل حار، حطيت شطر نتاعو بركة. هكا هون نخليها لين تنشح شوية، يعني تاخذ غلوة بالكدا وتنشح ونطفيها. لهنا كسلاطة باش نفوحها شوية قارص، لفيح العادي يعني، قارص، فلفل أكحل، ملح، زيت زيتونة. هكا هون نفوحها بالكدا هكاكا ونخلطها، ولا ونخلطها ونخليها ترتاح. هكاكا سليطة مشكلة، يعني كل مرة نبدلوا في السلطة باش ثماش ما ياكلوا الصغار وكل. حاسي هذه مرقة اللوبيا خليتها نشحت، شوفوا كيفاش تجي كعابر سبناخ يجيو بنين على الاخر وما يتفتفتوش، يقعدوا شادين بعض رواحهم يعني. وكما قلت لكم عندي ريقوتا باش نعمل بها التمر محشي بالريقوتا وعسل، خذيت شوية ريقوتا ومغرفة عسل. تعرفوا الريقوتا راهي تمشي مع المالح والحلو، اصلا ما فيهاش طعم يعني، لا مالح لا حلو. هذاك علاش كي باش نعملوها حلوة نزيدوها هكا عسل ولا سكر، ولا عسل اكثر المهم. باهي حطيتها وحطيت فيها شوية زوزة هكذيك هي، ولا يعني كل كعبة نحلها نحط فيها كالريقوتا المخلطة بالعسل، ومرسو زوزة ولا لوز ولا اللي هو، ولا تقعد هكاكا من باب التغيير يعني، نبدلوا يعني، يزي من الزبدة والشامية ولا حاسيل. وكل مرة نعملوا حويجة. هنا نحب ياسر الريقوتا، سخطو في رمضان، ديما ما تختنيش، نحبها برشا.
نتسحروا بها ولا كل شيء يجي بها. باهي اللي فضل لي من الريقوتا هذيك باش نعمل بهم البريك. باهي حطيت ريقوتا وطن كبار، جبن ملحي تابع جبن قصيته هكاكا، بلاش عظم، ما نحطش توا العظم، يعني خاطر باش نعمل بريكة بالعظمة. حطيت شوية فلفل حلو شوية ملح كهو، نخلطوهم مي ما نغفصوهمش برشا، يعني نخليوهم هاكم شادين رواح مريتو كهو. كل كعبة بريك نجي هكا نحط فيها شوية ماك الخليط هذاك وكعبة العظم ونهز نقليها انا لهنا هني نتصور فيها ولقطة العظم تصورتش. حاسيلو هاي الكعبة الثانية هيك تحطوا الخليط وتحطوا عليه كعبة العظم وترميو في الزيت، حاسيلو تجي بنينة وخفيفة والله تهبل. هذه هي الطاولة متاعنا، سليطة ومرقة اللوبيا بالكعابر السبناخ والبريك بالريقوتا. هذه كان عشانا وعندي شوربة انا حاضرة. وفي الليل في السهرية باش نعمل لهم شوية جاتو بالشوكولا بالدانات. تعرفوا يعني كل مرة نعمل حاجة في الدار يعني شوية حلو، خاطر توا ريتو كيما بريود راس العام، يعني ريتو الحلو اللي يبيعوا فيه توا راهو محضر عنده تاع الشارع، يعني عنده شهور التالي. هذاك علاش نعمل في داري كل مرة نعمل لهم حاجة وانا رايدة. باهي حطيت كعبتين دانات، 4 كعبات عظم، حكة الدانات كيلت بها يعني حكة إلا شوية زيت وحكة وربع سكر، وباش نزيد نكيل بها 3 حكوك فارينة وواحدة خميرة وواحدة سكر فاني هكا. خلطتهم هكاكا، يعني لا جبت لا فوي لا الروبو ولا حتى شيء، هكاكا فيسع فيسع. حاسيلو حطيت الفور يسخن في 180 درجة، طابت الخبزة، ذوبت شوكولاتة كحلة وباش نزيد عليها ياغورتا دانات، نخلطها بالكدا ونحطها فوقك الجاتو هذاك هكا. هاو هذيك هي الحكاية، تزينوها باللي عندكم، تعرفوا تجي من أبن اللي جاتو والله. هكا الدانات يجيها هكا من داخل موالو يعني. هذه تحليتنا والله. انا البارح يعني تقعد متاع نهارين 3 ايام، يعني حاجة حلوة في الدار واحنا رايدين. حاسيلو هذا كان فيديونا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله دبرت عليكم الدبارة. راهو يعني تصويرنا والتعب هذا وكل جيست باش ندبروا يعني على عباد وبليس حاجة هكايا تعجبنا، يعني هواية. أنا بالنسبة لي أنا ولت لي كل هواية هكا نحب نبارتاجي مع الناس، يعني الحاجة اللي أنا عملتها ولا الحاجة اللي نحبها. حاسيلو إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد ونسمع لكم كان الأخبار الطيبة. بالسلامة ورمضانكم مبروك الناس الكل وسهرية ممتعة.